السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيرار بيكي يعفو عن لاعب ريال مدريد. أبدى جيرار بيكي مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا عن عدم انزعاجه من تعرضه للسباب والإهانات من جماهير وبعض لاعبي ريال مدريد أثناء احتفاله يوم الأحد الماضي بالتتويج باللقب الدوري للمرة 33 في تاريخ الملكي. وصرح جيرار بيكي لمحطة ميديا 6 الإسبانية: لم يحدث شيء، فالأمر لم يزعجني على الإطلاق، لقد تحدثت معه، ويقصد بهذا اللاعب دانيال كارفاخال، والأمر منتهي. وأضاف المدافع الدولي الإسباني بيكي: ما حدث شيء طبيعي، فهم سعداء بعد الفوز باللقب الدوري، وبالطبع لا أنتظر أي اعتذار عما حدث. الخبر الثاني: نادي برشلونة يحدد سعر بيع نيمار. ذكر برنامج الشرينشو التلفزيوني الإسباني أن نادي برشلونة الإسباني حدد سعر بيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا في الفترة المقبلة، وأشار البرنامج إلى أن البارسا لن يعارض فكرة بيع نيمار في الميركاتو في ظل عدم ثقة الإدارة في إمكانية بقاء اللاعب. وقد يقبل البارسا عرضا يصل إلى 150 مليون يورو لضمه في الميركاتو من أي نادي يريد الحصول على توقيعه. وكان نيمار يتواجد في فكرة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي، لكنه لم ينجح في ضمه. ويرتبط نيمار حاليا بالتواجد في مدار قطبي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على توقيعه في الموسم المقبل. الخبر الثالث والأخير: تيري هنري ينتقد مورينيو بسبب بوجبا. انتقد أسطورة كرة القدم الفرنسية ونادي أرسنال الإنجليزي السابق تيري هنري البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بسبب استخدام المواطن بول بوجبا في غير مركزه داخل الملعب. وقال هنري خلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: الأمور دائما صعبة بالنسبة لبوجبا مع مانشستر يونايتد. وأضاف: لا يتم استخدام في المكان الذي يجب أن يلعب به، فهو ليس لاعب خط الوسط، فهو يحب اللعب أعلى أو ناحية المنطقة اليسرى. وأوضح تيري هنري: بوجبا يفقد بعض قدراته حين يلعب في العمق. عندما تملك أغلى لاعب في العالم بسعر 89 مليون جنيه استرليني ستظل الجماهير تتحدث عنه دائما. سيكون من الجيد انتقال لاعب آخر بمبلغ أعلى في الصيف الحالي، وقتها الجماهير ستترك بوجبا. وختم هنا تصريحاته عن بوجبا: أعتقد أن الموسم الثاني مع مانشستر يونايتد سيكون أفضل، فهو لديه الكثير يقدمه لمانشستر يونايتد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.